قبل اسبوع تقريبا السلطات الامريكيه غادي تخرج اكثر من 3 مليون ونص ديال الملفات اللي كانت عباره عن فضائح والدواسه ديال رؤساء العالم واكبر المشاهير في العالم، واللي تذكر فيها باللي هاد الرؤساء والمشاهير والسياسيين كانوا كيديروا ابشع عمليات الممنوعه والتجاره في البشر والاغتصابات، وبزاف ديال الشهادات والصور ديال اطفال صغار كيتم اغتصابهم وتقديمهم كقرابين لاله كيسميوه بالباعل. وإلا تعمقنا في اي ملف من هاد الملفات كيدينا لشخص واحد واللي هو جيفري إبستين. في هاد الحلقه ما غنهضروش فقط على إبستين، ولكن غنهضروا حتى على 3 مليون ونص ديال الملفات اللي خرجوا، وشنو هما الشخصيات اللي تذكروا في هاد الملفات، واللي كان منهم حتى شخصيات عربيه، وحتى ان امراه عربيه عطات لإبستين لباس الكعبه، تخيل. وغنهضروا حتى على الوفاه الغريب ديال جيفري، واش فعلا مازال حي، وشنو علاقه إبستين بدوله اسرائيل، وشكون كيتحكم بالضبط في تحركات إبستين، واش كاينه شي قوه كبيره فوقو كتحكم فيه. هادشي كامل وبزاف ديال المعلومات اللي اول مره غتسمعهم غنهضروا عليهم في هذا الفيديو. جيفري إبستين تزاد نهار 20 يناير 1957 في حي بروكلين في نيويورك. جيفري تزاد في عائله شبه فقيره، باه كان خدام جارديني في الحدائق، اما الام ديالو كانت ربة بيت عاديه، يعني حياه عاديه جدا كما اي عائله ما فحالهاش في امريكا. جيفري فاش كان صغير كان عنده بزاف مع الرياضيات والعمليات الحسابيه، وكان ذكي بزاف بالمقارنه بالسن ديالو. وفي سنه 1971 جيفري غادي يتخرج من جامعه لافيتي سكول، ومن بعد غادي يدخل لجامعه كوبرن يونيون في تخصص الهندسه الكهربائيه. ومن بعد عامين جيفري غادي يغادر جامعه كوبرن يونيون بدون اي سبب واضح، بلا حتى ما ياخذ الشهاده. وبفضل الذكاء ديال جيفري في الرياضيات والفيزياء غادي يقدر يلقى خدمه كمدرس في واحد المدرسه خاصه في مانهاتن، وبالضبط في مدرسه دالتون سكول. وهاد المدرسه كانت من افضل المدارس الخاصه اللي كانت ديك الوقيته في امريكا، اللي كان كيقرا فيها غير ولاد صحاب الاعاقه والمناصب الكبيره. فهنا فين غادي تكون اول خطوه لجيفري باش يتقرب من اولياء الامور ديال الاطفال اللي كيقراو في هذيك المدرسه. وفي واحد النهار المدرسه دارت اجتماع لاولياء الامور ديال التلاميذ. جيفري غادي يتعرف على واحد رجل اعمال سميتو آلين غرينبرغ، وهاد آلين غرينبرغ كان رئيس تنفيذي ديال اكبر شركات استثمار في هذيك الوقيته اللي هي بير ستيرنرز. وفي سنه 1976 الطالبات اللي كانوا كيقراو في هذيك المدرسه غادي يلاحظوا باللي جيفري كيتعامل معاهم بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك. كيقولوا باللي جيفري كان كيستغل المنصب ديالو كمدرس باش يتحرش بالفتيات القصيرات، وغادي يتطرد من هذيك المدرسه. داك آلين غرينبرغ فاش سمع باللي جيفري تطرد من المدرسه وبقى بلا خدمه، وحيت كان عارف باللي جيفري كان ذكي بزاف وغيقدر ينفعو في الخدمه ديالو، غادي يدعيه باش يخدم في الشركه ديالو اللي هي بير ستيرنرز. هنا إبستين غادي يقول ليه باللي ما عمرني خدمت قبل في شي شركه ديال الاستثمارات، وما عمرني اصلا قربت ليها، ولكن واخا هكا قال ليه آلين غرينبرغ باللي داك الشيء ساهل وباللي خاصك غير الوقت وغادي تتعلم لكل شيء، وغادي يجيك داك الشيء ساهل مع الوقت، خصوصا لشي شخص ذكي بحالك. وبالفعل جيفري غادي يتعين كموظف رسمي في شركه بير ستيرنرز. وفي هذه المده اللي دوزها جيفري في هذه الشركه تعلم بزاف ديال الحوايج وتعرف على بزاف ديال رجال الاعمال، وغادي يكتسب جيفري الخبره كيفاش يولي حتى هو رجل اعمال ناجح. ومن بعد واحد المده جيفري غادي يغادر شركه بير ستيرنرز وغادي يحل الشركه الخاصه ديالو واللي سماها على سميتو جيفري إبستين. وهذه الشركه كانت مختصه في اداره ثروات رجال الاعمال، وماشي اي رجال اعمال. جيفري كان كيقبل فقط برجال الاعمال اللي كتفوق الثروه ديالهم مليار دولار. 3 مليار ما كيقبلش به، يعني غير صحاب بكل عاقه، حيت جيفري كان هو اللي كيختار الكليان ديالو ماشي الكليان هو اللي تيختارو. وحتى انه كان كيعاون هاد صحاب الثروات الضخمه باش يتخلصوا من الضرائب اللي كتجيهم بطرق غير قانونيه، بحال الاستثمار في شركات وهميه ولا بمساعده العلاقات الخاصه ديالو. وهنا فين بدا الصيد ديال جيفري إبستين كيبان. واي واحد كان عنده ثروات ضخمه وباغي يتخلص من الضرائب ولا شي حاجه غير قانونيه كيمشي عند إبستين وكيقاد ليه المسائل ديالو. ومن بين هاد رجال الاعمال كان واحد الشخص سميتو ليزلي ويكسر اللي كان من اكبر رجال الاعمال في امريكا، وكان عنده ثروه كبيره بزاف، وهو نيت مؤسس شركه فيكتوريا سيكريت اند باتنت بودي ووركس. هاد ليزلي كان من بين اوائل الكليان اللي اكتسبهم جيفري في البدايات ديالو، وعطاه وكاله على جميع الاموال ديالو باش يكون مسؤول على الثروه الكبيره اللي كانت عنده. يعني جيفري ولا بالامكان ديالو يتصرف ثروه قدرها ملايير الدولارات كيف ما بغى. وقدر جيفري باش يجمع ملايين الدولارات من خلال الخدمات غير القانونيه
الحكوميه اللي كان كيديرهم مع الاغنياء، وقدر يشري قصور فخمه في نيويورك وطيارات خاصه. واهم حاجه جيفري غادي يشري واحد الجزيره خاصه اللي هي ليتل سانت جيمس ب 7.95 مليون دولار، وكانت المساحه ديال هذه الجزيره 29 هكتار، يعني كانت كبيره بزاف، واللي كانت بعيده شويه على امريكا، وكانت معزوله بزاف على الصحافه والاعلام، وصعيب بزاف باش اي واحد يوصل ليها. وغادي يدير عليها جيفري تجهيزات كبيره، اش منك الفيلات واماكن اجتماع الشخصيات المهمه واماكن التسليه. السبب اللي خلى جيفري يشري هذه الجزيره هو قال باللي غيبقى يستقبل فيه الضيوف ديال العمل، رجال الاعمال والشخصيات المعروفه في امريكا وحتى خارج امريكا، يعني في العالم كامل. وفي هذه المده جيفري غادي يتعرف على غلين ماكسويل، واللي بلا بها ما كانش جيفري غيوصل لكاع داكشي اللي يقدر يوصل ليه. غلين ماكسويل تزاد في سنه 1961 في دوله فرنسا، وتربت بين امريكا وفرنسا، وكان الاب ديالها هو روبرت ماكسويل، واحد من اكبر المليارديرات في اواخر السبعينات قبل ما يموت. بعد موت روبرت ماكسويل خلى موراه بزاف ديال الديون، حيت كانت الثروه ديالو قبل الموت ديالو اكثر من 2 ديال المليار ديال الدولار، ولكن بعد الوفاه ديالو اصبحت ماينس 4 مليار دولار، يعني الثروه ديالو ولات بالسالب، حيت لقاو باللي كان كيسرق اموال ضخمه وما كيخلصش الضرائب. غيلين ماكسويل كانت عندها خبره كبيره بزاف في اداره الاموال، وكانت عندها علاقات مع شخصيات مشهوره جدا بسبب الثروه اللي كانت عند بوها روبرت ماكسويل. وغادي تنتقل باش تعيش في امريكا، وتما فين غادي تقابل جيفري إبستين. وكان هذا اللقاء بحال الا كل واحد لقى داكشي اللي كان كيقلب عليه، حيت جيفري كانوا عنده الفلوس بزاف ولكن عنده علاقات قليله، وغيلين ماكسويل عندها خبره طويله في اداره الاموال والعلاقات، ولكن خاصينها الفلوس، وبغات ترجع لديك الحياه الرفاهيه اللي كانت فيها قبل وفاه بوها. وهنا فين غادي تبدا العلاقه ديالهم، وبالزربه غادي يبداو الخطه ديالهم. وغيلين ماكسويل بدات كتعرف جيفري على رجال الاعمال والسياسيين اللي كانت كتعرفهم، واللي كان منهم حتى رؤساء الدول العالم، وهكا قدر إبستين يوصل لكاع دوك المعارف الكبيره والصداقات. وحتى إبستين عاون من جهته بفضل الذكاء ديالو وطريقه الهضره اللي كان كيهضر بها، اللي كان اي واحد كيقابلو كيرتاح ليه بالزربه. ومن بين هاد الشخصيات المشهوره غيلين ماكسويل غادي تعرف جيفري على دونالد ترامب، رئيس دوله امريكا الحالي. وديك الساعه كان ترامب ملياردير ورجل اعمال معروف بزاف، وباقي ما ولاش رئيس امريكا. المهم ترامب وجيفري غادي يوليو صحاب قراب بزاف، وكيخرجوا في بزاف ديال الحفلات السريه. وفي احد الانترفيوهات ملي بدات بعض القضايا والاشاعات كيخرجوا على إبستين باللي كيتاجر في البشر وبالضبط في القاصرات، قال ترامب باللي جيفري كان عارفه مزيان وهو راجل مزيان وكيدافع عليه. ولكن من بعد مده جيفري وترامب غادي يوقعوا بيناتهم شي مشاكل، حيت جيفري كان باغي يشري واحد البيت في فلوريدا اللي كان معروف بدا بالم بيتش مانشن، ولكن ترامب غادي يسبق جيفري وشرى داك البيت ودار عليه تجهيزات كبيره، وغادي يحولوا لقصر كبير باش يستقبل فيه هو الضيوف ديالو. وهنا فين غادي توقع واحد المنافسه والعداوه بين جيفري وترامب، وما بقاوش كيتلاقاو بزاف. وحتى لدابا ما كاين حتى شي صوره او دليل واخا صغير باللي ترامب كان كيشارك في دوك الاعمال غير القانونيه اللي كان كيديرهم إبستين. ومن بعد فاش كانوا كيسولوا الصحافه ترامب على إبستين كيحاول يغير الموضوع وما بغاش يهضر عليه، واخا كان قبل كيقول باللي جيفري هو اعز صديق عنده. المهم جيفري كانوا عنده بزاف ديال العلاقات مع رؤساء الدول بحال بيل كلينتون اللي فاش حزات المخابرات الامريكيه على منزل جيفري اللي كان في جزيره ليتل سانت جيمس اللي كانت كترى فيها جميع الاغتصابات والاعمال غير القانونيه، لدرجه تلقاو فيها صوره كبيره لبيل كلينتون وهو لابس حوايج العيالات. تخيل معايا رئيس دوله بحال امريكا تكون عندك صوره ديالو وهو لابس حوايج العيالات، شنو غادي دير بها؟ وبطبيعه الحال جيفري كان كيضغط بها على بيل كلينتون كما كان كيدير مع بزاف ديال الرجال الاعمال. وبزاف ديال الناس كيقولوا باللي كاع هاد الوثائق اللي خرجوا في هاد الوقيته بالضبط اللي كاين فيه توتر بين دوله اسرائيل وايران. هاد الوثائق خرجوا باش يهددوا بعض الاشخاص بحال ترامب باش يعاون اسرائيل على ايران، وإلا ما بغيتيش راه عندنا بزاف ديال الدلائل اللي تقدر تغبرك ونفضحوك. وهاد الملفات اللي خرجوا كانوا فقط انذار باش تعرف على اش قادين، حيت هاد الملفات اللي خرجوا حتى لدابا كانوا غير داكشي اللي بغاو يخرجوه، ماشي كاع الملفات، حيت باقي اكثر من 2 ديال المليون ونص ملف باقي ما خرج اللي يقدر يكون كفاس من هاد 3 المليون اللي خرجوا حتى لدابا. واول اتهام غادي يكون لإبستين كان من واحد البنت سميتها ماريا فارمر، قالت باللي جيفري استغل انها كانت كتقلب على فرصه عمل كمغنيه او عارضه ازياء وتعدى عليها جنسيا واغتصبها، وباللي كانت كتشوف بزاف ديال الاطفال لابسين ملابس مدرسه، يعني اطفال صغار بزاف كانوا كيخرجوا من المنزل ديال جيفري، وحتى انه بزز عليها باش تجيب ليه بنات اخرين بحالها
عليها من رجال الاعمال اللي كانوا كيجيو عنده، وقالت باللي اللي كان كيسهل بزاف لجيفري باش يتعرف على الفتيات كانت ديك غالين ماكسويل اللي هضرنا عليها في الاول، بحكم انها كتستغل انهم كيقلبوا على خدمه ولا كيبغيو يوليو عارضات ازياء مشهورات بزاف. وفاش قدرت اخيرا ماريا فارما تخلص من جيفري وتهرب منه لولايه اخرى، مشات ديريكت لعند الشرطه وقدمت الشكوى ديالها، ولكن بسبب العلاقات ديال جيفري القضيه دغيا تضمسات وحتى البوليس ما داوهاش فيها رغم الدلائل الدقيقه اللي عطاتهم ماريا فارما. وزاد جيفري كيوسع في العلاقات ديالو في الجزيره وكيتعدى على القصيرات في ديك الجزيره، وكاين اللي قال باللي جيفري كان كيقدم بعض الفتيات كقربان لواحد الاله سميتو البعل اللي كان كيعبدو جيفري والشركاء ديالو. وفي سنه 2005 من بعد بزاف ديال الشكاوي ديال عائلات الفتيات القصيرات بتهم كبيره لجيفري باللي تعدى عليهم جنسيا وتعرضوا لاشد انواع العذاب النفسي والجسدي. الصحافه غادي تسيق الخبر لهذه القضيه وغادي تدير ضغط كبير للشرطه باش يحققوا في هذه القضيه ديال جيفري. كيفاش نتوما كيجيوكم مئات الشكايات القويه ضده وحتى لدابا ما قدرتوا تفتحوا ضده حتى شي تحقيق واحد؟ وفعلا بعد الضغط ديال الصحافه والاعلام على الشرطه غادي يستدعيو جيفري لاول مره باش يحققوا معاه في التهم اللي موجهه ضده، ولكن بفضل المحاميين الكبار اللي كانوا عنده غادي يقدر جيفري من بعد ساعتين يخرج وغادي يدير صفقه مع السلطه باش يعترف بدوك الاعتداءات الجنسيه اللي كان كيديرهم في حق القصيرات، وفي المقابل غادي يحكموا عليه ب 13 شهر ديال الحبس. وتخيل معايا ان هاد 13 شهر كان مسموح ليه يخرج 6 ايام في الاسبوع باش يمارس الاعمال ديالو بصفته رجل الاعمال. والاعلام غادي يقول على هاد الصفقه باللي هي صفقة غير عادلة. كيفاش واحد اغتصب مئات البنات واللي كيكون اكثرهم في السن ديال 14 سنة الى 17 سنة ياخذ غير 13 شهر ديال الحبس. وفعلا جيفري دوز ديك المدة كاملة اللي هي 13 شهر. وحتى الاعلام شوية بشوية بدا تينسى ديك القضية ديال جيفري إبستين. وجيفري إبستين من بعد هذه القضية عاد ما غادي يزيد من الجرائم ديالو الاغتصابات وجميع انواع الجرائم اللي تقدر تخطر لك على بالك كان كيديرهم في ديك الجزيرة حتى لسنة 2019 اللي غادي ترجع عاوتاني قضية إبستين من بعد بزاف ديال الشكايات عاوتاني من قاصرات وعارضات ازياء ودلائل قويه بزاف بان جيفري كان كيتاجر في البشر وكيستغل البنات القاصرات في الاعمال غير القانونيه ديالو. وهنا فين غادي يكون اول حكم صريح ضد إبستين والشركه ديالو غالين ماكسويل. وكان كلشي متوقع باللي جيفري هاد المره على الاقل غادي يحكم عليه ب 45 سنه للفوق، ولكن من بعد شهر تقريبا من اعتقال جيفري الشرطه ديال الحبس غادي يلقاوه مقتول في الزنزانه ديالو او كما كيقولوا لقاوه شنق راسو. اما غالين ماكسويل تم الحكم عليها ب 20 سنه ديال الحبس. والغريب ان في ذاك النهار وفي ديك اللحظه بالضبط اللي تم فيه موت جيفري كاميرات المراقبه تمسحات منها 3 ديال الدقائق كامله وما سجلاتش الحادثه. وفاش سولوا الامن ديال داك السجن قالوا باللي في هذيك اللحظه وقع شي خلل في النظام وكنا ناعسين. المهم القضيه فيها الشك بزاف وبزاف ديال الناس كيقولوا باللي جيفري ما ماتش من انتحر، بل شي منظمه كان خدام لصالح ديالها او شي واحد عنده نفوذ هو اللي صفى عليه، خصوصا ان جيفري كان بغى يدير في هذيك الوقيته صفقه مع السلطات الامريكيه باش يعطيهم معلومات ديال سياسيين كبار ومشاهير تقدر تدمر ليهم حياتهم وفي المقابل ينقصوا ليه من مده الحكم ديالو. هذا الشيء اللي خلى شي واحد يصفيها عليه. ومن بعد السلطات غادي يحجزوا على جميع ممتلكات جيفري إبستين. وفاش غادي يقلبوا داك القصر ديالو اللي كان في ديك الجزيره اللي كان جيفري كيدير فيها الاعمال ديالو مع المشاهير العالم، غادي يلقاو بزاف ديال الصور والفضائح لجيفري مع رؤساء الدول والمشاهير والسياسيين وبزاف ديال الاسماء الكبار في العالم غادي يتجبدوا في هذه الملفات. دونالد ترامب رئيس أمريكا الحالي، بيل كلينتون رئيس أمريكا السابق، إيلون ماسك رئيس تويتر وأغنى رجل في العالم، بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت واللي خرجوا ليه ملفات عبارة عن رسائل بينه وبين جيفري وهو كيقول ليه باللي عنده شي مرض جنسي خايب بسبب العلاقات الجنسية الكبيرة اللي كان كيديرهم وخاصني الدواء وما بغيتش مراتي تعرف. ومن بعد مدة مراته غادي تطلب الطلاق منه وقالت باللي سبب الطلاق هو العلاقة ديالو مع جيفري. نعوم تشومسكي فيلسوف أمريكي معروف وإيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي واللي غادي ينفي العلاقة ديالو نهائيا مع جيفري رغم الدلائل والصور الموجودة في الملفات، والأمير أندرو اللي خرجت عليه بزاف ديال التهم باللي كان حتى هو كيشارك في عمليات إبستين وكان حتى هو كيغتصب اطفال صغار في السن وكان تقريبا كل اسبوع كيزور ديك الجزيره ديال إبستين. ولكن اندرو غادي ينفي جميع التهم الموجهه له. كنت كنزور الجزيره من اجل العمل فقط ولكن ما كنتش عارف بلي التجار في البشر والاغتصابات اللي كان كيديرهم جيفري. واكثر واحد ثار الانتباه ديالي هو ستيفن هوكينغ اللي حتى هو تذكر في الملفات باللي زار الجزيره بزاف د المرات. شنو كيدير تما الله اعلم. المهم لقاو بزاف ديال
المعلومات في القصر ديال إبستين اللي تقدر ترون العالم، ولكن حتى لدابا نشرو غير داكشي اللي بغاو. اما الجزء الاكفس من هذا الشيء كامل باقي محافظين عليه، حيت عارفين مزيان باللي الا مشاو حتى سربوا 2.5 مليون الباقيين العالم ما غاديش يكون امن من شده قوه المعلومات. والحاجه الاخرى اللي لقاتها السلطات الامريكيه في منزل إبستين، لقاو عنده لباس الكعبه اللي كيغطيو به الكعبه واللي كيتبدل ليه كل سنه. وكاين في هذوك الملفات ديال إبستين باللي واحد السيده اماراتيه بالتعاون مع واحد الشخص سميتو عبد الله المعاري هما اللي عطاو اللباس لإبستين كهديه، والسبب حتى لدابا ما معروفش. واش كان إبستين كيحتاجوا في الطقوس الشيطانيه اللي كان كيديرهم في ديك الجزيره، خصوصا داك الاله اللي كان كيعبدو واللي سميتو البعل. ومؤخرا انتشرت واحد النظريه ديال ان إبستين مازال عايش، وباللي هو دابا عايش في اسرائيل، وباللي هو اصلا عميل اسرائيلي بهويه اخرى، وباللي نهار الوفاه ديالو خرجوه من السجن بكروسه. هذاك الشيء علاش كانوا الكاميرات ديال المراقبه داك النهار طافيين، ولكن الا ركزنا شويه غادي تبان باللي هذيك الصوره مولده بالذكاء الاصطناعي. اما باقي النظريات كيبقاو غير هضره بدون دلائل قويه. وحتى لدابا السلطات الامريكيه تقدر تلوح ملفات جداد ومتهمين اخرين في هذه القضيه ديال جيفري إبستين. فاعطينا الراي ديالك انت في التعليق على هذه القضيه. واش إبستين كان مجرد بيدق كيتم التحكم فيه من جهات عليا وحكام العالم؟ واش فعلا إبستين عايش حتى لدابا والخبر ديال موتو مزيف؟ وخصوصا ان الدلائل ما كاينينش باش نقولوا منتحر. فكنتمنى تعطينا الراي ديالك في التعليق.